تعالوا بقى نشوف صينية الكيكة القمر دي اللي غرقانة كلها بالشوكولاتة عملناها ازاي، وعملنا صوص الشوكولاتة ازاي. كله هتشوفوا الفيديو، فان شاء الله يعجبكم. وبصوا هتاكلوا صوابعكم وراها بجد بجد. عاملة زي قطع الجاتوه اللي بتتباع بره، اللي بتتباع بقى في المحلات الجاهزة وبنشتريها بالشيء الفلاني. بجد اعمليها في بيتك، حلوة جدا تعجب اولادك. وبصي واللي في البيت وكله هياكلوها بجد. جربيها وإن شاء الله تعجبك، ويلا بينا نشوف الفيديو بدأناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نونة من قناة حياة نونة. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ كيكة بالشوكولاتة، بس مش شوكولاتة، هنعملها بصوص الكاكاو. حلو جدا جدا وتحفة. اول حاجة انا هعمل صينية كبيرة، فاحط 4 بيضات على 4 اكياس فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. مهم جدا ان انت تحطي كيس فانيليا على 4 بيضات، على كل بيضة كيس فانيليا. خلاص كده انا هعمل صينية كبيرة. خلاص. وحطيت كمان التكة بقى، كمان تحطي سنة خل كده، معلقة كبيرة، علشان بتضيع ريحة الزفارة وما تشميش ريحة الزفارة بتاعة البيض في الكيكة خالص، وبرضو تبقى محسن كيك طبيعي. خلاص كده انت لو عايزة تعملي كمية اقل، دي صينية كبيرة يعني مقام صينيتين في صينية. هنا بقى حطيت كوبايتين سكر. خلاص هوسع كده بقى عشان تشوفوا برضو، وهحط كوبايتين لبن. خلاص كده، وهحط كوباية زيت. دي صينية كبيرة، انت عايزة تعملي صينية صغيرة هتعملي كل الحاجات دي النص. هبدأ بقى اضربهم كده الحاجات السائلة مع بعضها، وارجع لكم تاني. كده انا ضربتهم كويس جدا. خلاص هبدأ اخد 4 كوبايات دقيق. انت لو عايزة تعملي صينية صغيرة هتعملي نص الكمية دي، لان دول صينيتين، هتعملي النص من كل حاجة. خلاص كده حطيت 4 كوبايات دقيق هضربهم. ونسيت طبعا احط 2 بيكنج باودر. احط الاتنين بيكنج باودر اهو، عشان انا بقول لكم دي صينيه كبيره فبمقام صينيتين. لو انت هتستخدمي صينيه صغيره مثلا مقاس 26 هتستخدمي كيس واحد على نص برضو من كل حاجه. ده بقى ايه؟ كاكاو اسباني سايب طبعا. انت عايزه تعملي اي كاكاو سايب او اي نوع تاني براحتك. عايزه تجيبي اللي هو الباكيت اللي بيتباع في السوبر ماركت براحتك برضو، ده ينفع وده ينفع. حطيت انا معلقتين واقلبهم كويس. ده كده درجة اللون اللي انا عايزاها، مش عايزاها اغمق من كده عشان ما يمررش معايا. هو بصوا الفيديو ده السر فيه هو سر صوص الشوكولاتة. انا كنت عاملاه قبل كده اهو، جبت صينية الكبيرة بتاعتي ودهنها زيت كويس. هعفرها بقى بالدقيق كلها عشان الكيكة ما تلزقش او العجينة ما تلزقش معايا. انا كنت عامله فيديو قبل كده بتاع صوص الشوكولاته بالكاكاو الخام، هسيبه لكم في صندوق الوصف. وبرده كنت عامله كيكه عاديه خالص، صينيه صغيره، هسيبها لكم برده في صندوق الوصف. وهسيبهم لكم هما الاتنين برضو في اول تعليق مثبت للي ما يعرفش صندوق الوصف. في سهم كده صغنن او مثلث صغير بتدوس عليه تحت الفيديو، بينزل لك كل الحاجات اللي انا بقولك عليها او الحاجات اللي انا بسيبها لكم في صندوق الوصف. خلاص كده انا حطيت الكمية معايا اهي. طبعا بتكوني مولعة الفرن، وكده انا دخلتها الفرن اهي. شايفين بقى استوت ازاي؟ وحلوة وهشة معايا. هسيبها بقى تبرد عشان ما ينفعش احط الصوص عليها وهي سخنة كده، هتشربه كله. كده بردت معايا خالص، فهبدأ اقطعها. تقطعيها القطعة اللي انت عايزاها مثلثات او عايزاها مربعات براحتك. طبعا انا عاملاها على 200 مثلا و40 في الفرن، دخلتها على 240. انتي على حسب الفرن بتاعك، لو فرنك شديد طبعا بتقللي درجة الحرارة. انا الفرن بتاعي متوسط. ده بقى صوص الكاكاو الخام اللي انا عملاه. طبعا قلت لكم الطريقة عاملاها في فيديو لوحده مستقل، هسيبه لكم في صندوق الوصف. اهو بعد بقى كده ما بردت، طبعا انا قطعتها عشان الصوص ينزل في الفتحات دي فتتشرب كلها. انا هنا حطيت شويه ونسيت ان انا احط فيها جوز هند.
حلوة جدا، جربوها والله، تحفة تحفة تحفة. انا ولادي ادمنوها يعني وكل ما اعملها لحد بصراحة يقول لي اعملها لنا تاني. حلوة جدا جدا، وحاجة حلوة وبايدك ونضيفة. والصوص ده هيعجبك جدا، تقدري تحطيه على اي حاجة. عايزاه مجمد هيجمد معاه، تحطيه شوية في التلاجة. عايزاه سايب كده على اي حاجة برضو، ده براحتك. بصوا الصوص بقى شكله تحفة. بصوا هبدأ كده افرغ بالسكينة كده شوية علشان ايه الصوص ينزل. تقدري برضو تعملي الصوص ده على مثلا فاكهة او اي حاجة انت عايزاها. كده انا حطيتها شوية في التلاجة جمدت، بس هي كانت عايزة تتحط شوية كمان في التلاجة. بس بصراحة انا كنت مستعجلة عشان اوريها لكم واخلص لكم الفيديو ده. حلوة جدا جدا، كمان جوز الهند اللي اتحط من جوه. انا جربت ارشه من بره، بس بصراحة ما بيدينيش النكهة بتاعت جوز الهند اللي في الصوص. روعة. بصوا بقى تحفة. جربوها وبجد بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك ويعملوا شير كتير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.